عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا بعد ما نضفت البانيه وحفظته وريته لكم من شوية. بس لسه طبعا هينزل على الفيديو تاني عشان ما ينفعش اعمل ده كله في فيديو واحد. النهاردة ان شاء الله هو دوت الغدا بتاعي اللي عاملاه. ان شاء الله باذن الله هعمل ايه معاكم. هعمل صينية بطاطس بالفراخ، تمام ان شاء الله، ورز وسلطة فقط. طيب انا هوريكم بقى صينية بطاطس من اسرار شيري. صينية رائعة رائعة، اعملوها بجد تحفة. ويا ريت كل ما اقول لكم حاجة انتوا ما كنتوش يعني عندكم فكرة عنها او كده تدعوا لي بدعوة حلوة من عندكم. بس المهم ان شاء الله دلوقتي انا حضرت حاجتي عشان ما اعطلكوش ويبقى الفيديو طويل. اول حاجه انا قطعت بصلايه كبيره قطع كده صغيره، وقطعت 4 فصوص توم كبار، وحاطه هنا ورق رول، احط 4 وحدات عشان ابقى عارفاهم، وحتى 4 حبات هيل او حبهان 4 برضو، وهقطع عليهم قرن الفلفل الجميل الطازج دوت، هقطعه عليهم برضو. صينية بطاطس يا بنات تحفة، مرملة مزبدة والله هتعجبكم جدا ويا ريت تجربوها. عشان مامتي حبيبة قلبي، ست الناس، ست الكل، حبيبتي. هي بتعلمني دايما حاجات جميلة، نفسها بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يخليها لينا يا رب ويديها الصحة والعافية. هي اللي معلمانا، احنا 4 بنات، ربنا يخلي لي اخواتي يا رب. هي اللي معلمانا. انتوا عارفين بقى ام البنات تبقى شاطره، لازم تخلي بناتها شاطرين زيها. دلوقتي كده انا قطعت المكونات بتاعتي، هجيبهم كده على بعضيهم اقلب. هحط فيهم ايه بقى؟ التوابل بتاعتي. اول حاجه هحط الملح، خلاص. انا نسيت اقول لكم في البانيه، نسيت اقول لكم ان انا هحط فلفل اسود وكمون. ده الكمون بتاعي، البطاطس بتحب الكمون. ده طقم التوابل اللي انا كنت جايباه وصورته لكم، حطيت فيه حاجتي. يا ريت احاول بقدر الامكان اشتري المعالق ديت اخليها للتوابل. كده حطيت الكمون. هحط معلقه صغيره من البهارات، هحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود، تمام. وبعد كده هقلبهم كويس جدا. المشكله اللي انا هنا صوبي متعور جامد من السكينه، كنت بقشر قصب كنت بقشر قصب، القصب بقى لسه نازل صراحه جميل، فكنت بقشره بالسكينه عشان لو قشرته ببقي بسناني الاقي الدروس اللي انا مركباها طلعت في عمود القصب. دلوقتي كده انا قلبت الخلطه اللي انا عملتها اهوت، تمام. الفراخ بتاعتي، طيب قصه الفراخ دي جميله قوي. اولا انا النهارده ان شاء الله هعمل وراك بس. اولا انا نضفت الفراخ بتاعتي خليتها زي الفل، ويا ريت الفشه والحاجات اللي بتبقى هنا دي نشيلها لانها دي زفره جدا وبتعمل زفاره يعني. يا ريت نشيلها كده ونخلي فراخنا زي الفل زي ما انتم شايفين، وانقعها برضو في الخل والملح والدقيق، انقعها واقعد ادعك فيها كويس جدا، وبعدين اصفيها واشطفها كويس واحطها تتعمل للاكل. طيب خلي بالكم ليه انا دايما اقول الفراخ اكتر زفاره، الفراخ اكتر زفاره. اولا الفراخ بيبقى فيها ماده اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، اسمها زلال. الزلال دوت بيجي في الفرخه بسبب انها بتبيض، فالبيض اساسا دايما يقولوا للناس المريضه ما تاكلوش بيض كتير لان البيض فيه زلال، تمام. او زلام حاجه كده يعني، زلال. معلش انا مش مركزه لاني انا بشتغل وبعمل.
انضف حاجتي دي كويس قوي قوي. خلاص. طيب هي الحاجات ديت، الوراك دي والحاجات دي انا مش جايباها لوحدها، انا بعمل حاجه جميله جدا. دلوقتي انا حطيت حاجتي اهو في الصينيه على البصل والتتبيله. نعمل ايه بقى؟ نقلب الفراخ بتاعتنا كده في البصل والتتبيله اللي انا عاملاها. خلاص، نقلبها كويس جدا كده في البصل والتتبيله عشان تاخد طعمها وتبقى رائعه. اوكي. طيب ايه الوراك ديت؟ انا بعمل ايه بقى؟ حاجه موفره وجميله قوي. بخلي بتاع الفراخ، او ان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصوص حلو قوي قوي هيعجبكم. بخلي بتاع الفراخ يعمل ايه بقى؟ اقول له هات مثلا 3 فرخات مثلا، قطع لي الصدور بتاعتهم بانيه وهات لي الوراك بتاعتهم. كده اوفر لي بكتير من لما اجيب كل جزء، يعني لما اجيب كل حاجه لوحدها، البانيه لوحده والوراك لوحدها، لا كده هتبقى الفلوس اكتر، هيبقى اغلى، لان هديني كل حاجه بسعر اللي هو عامله ليهم. انما لو جبت ال3 فرخات مثلا، هما دول ست اوراق، 3 فرخات، وقلت له قطع لي الايه، قطع لي الصدور بانيه. تمام، بس يكون حد موثوق فيه يعني، مش اي حد، لا اما انت تنزلي تجيبي حاجتك بنفسك. خلاص كده انا حطيت البطاطس بتاعتي، قطعتها وغسلتها كويس جدا شرائح، وحطيتها ايه على الفراخ بتاعتي. طب انا هعمل ايه كده؟ سوري، مش بقول لكم لما بتكلم ساعات ما بركزش، لازم دي تبقى تحت عشان سوري، انا اسفه يا بنات، عشان انا والله بصوا يعني انا خايفه اولادي يطلعوا صوت مع اللي انا بتكلم وبصور. خلاص كده حطينا حاجتنا كده يلا نحط شويه ملح حلوين كده. ما تخافوش، دي ملهاش دعوه دي ملهاش دعوه اسمه ايه ده، ملهاش دعوه بالملح اللي اتحط، مش هيحدق الموضوع ده، عشان الفراخ بتاعتي بس يبقى طعمها لذيذ وملحه كده، حتى لو لانها بتحتاج ملح اكتر من البطاطس. طيب انا دلوقتي حطيت هقول لكم ايه دلوقتي اللي مبرجلني، هقول لكم ايه اللي مبرجلني ومضايقني ومخليني انا الطقم اللي انا لسه جايباه جديد، معرفش دي طلعت ازاي، مش عارفه انا متضايقه، بس الحمد لله اللي هي جت على قد كده، مش عارفه طلعت ازاي، هو دوت اللي مخليني انا مش مركزه قوي يعني. المهم هحط الطماطم بتاعتي كده، احط الطماطم بتاعتي اخلي الطماطم تدخل كده. عايزه تزودي في صلصه الطماطم اوكي، بس هي لسه هتنزل ميه، والطماطم دي هتبقى معايا كده، هتدخل على البطاطس وهتتسبك لسه وهتبقى جميله. بلاش نكتر فيها الصلصه قوي والحاجات دي، الفراخ هتنزل ميتها طبعا وشوربتها، هتبقى رائعه. بس كده هحط بقى ايه، شويه سمن كده على الوش، لزاز عشان يحمروا الفراخ وتبقى جميله. ولما تخلص ان شاء الله لما تخلص ان شاء الله هوريها لكم. هنا حبايب قلبي انا غطيتها بالورق الفويل بتاعي وشغلت عليها النار، وبسيبها تاخد غلوتين كده على النار، يعني بسيبها على النار شويه، الفراخ بقى تنزل ميتها وتبقى ايه يعني 3/4 سوا. تمام، هسيبها بقى اول ما اخلص، قبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم ان شاء الله، قبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم ان شاء الله، كل ده عشان زعلانه. هنا حبايب قلبنا حطيت الشعريه بتاعتي في حله الطقم الجديد اللي انا وريته لكم، جميله بسم الله ما شاء الله. هي مش اول مره اعمل فيها الرز، عملت فيها برضو مره قبل كده، ما شاء الله جميله.
طبعا انا بحب الشعريه كتير، بس النهارده قليله لاني برضو كان اخر حبه شعريه في الكيس. معلش بقى عشان انتوا بقى احنا ايه لسه ما نزلتش جبت الحاجات بتاعه الشهر بتاعتي. خلاص كده هنزل الرز. هقلب فيه شويه. يا ريت نستعمل المعالق السيليكون احسن من الخشب. هي الخشب برضو تنفع، بس هي اصح من الخشب كمان. طبعا مش اصح يعني 100%، بس يعني احسن من الخشب شويه. هشوح شويه الرز كده مع الشعريه والبطاطس ما زالت على النار. هعمل الرز. عايزه اقول لكم حاجه مهمه يا بنات، انا خلاص قررت، وعشان انا بحبكم هقول لكم نصيحه. قررت ما احطش فويل تاني نهائي على البوتاجاز، نهائي خالص. ليه؟ لان الفويل بيخليني قاعده استنى على البوتاجاز وامسحه وانضفه، ايا كان ماشي بمسحه بنضفه وهو مفروش، بس برضو انا ببقى حاسه اللي تعبانه من جوه كده، بحس كاني تحت الفويل برضو مش نضيف. بنضفه كل وما بسيبهوش كمان يتوسخ كتير، يعني مبقاش نضيف كتير. بس في مشكله دلوقتي، وهي ايه بقى؟ ان انا عشان ابقى راضيه وحاسه كده يعني مرتاحه ان البوتاجاز بتاعي نضيف، لازم أنا اغير الفويل كل يوم، وده طبعا مكلف جدا. وانا اللي يخليني احط فويل بقى؟ لا، بصوا انا لما بشيل الفويل باستمرار بخلي البوتاجاز بتاعي زي الفل. دي نصيحه مني انا ليكم، ويا ريت الكل يعمل زي ما انا ما بقول. بلاش فويل. الفويل بيخلينا البوتاجاز بتاعنا مش نظيف، حتى لو انت شايفاه نظيف هو مش نظيف من تحت، وليه هخلي ميكروبات وبكتيريا عندي تتجمع وانا مش شايفاها؟ ما تقوليليش برضو حتى لو نضفتي فيه وكل ساعه بتنضفي فيه برضو، لا. احسن حاجه اللي احنا نخلي بوتاجازنا عريان كده جميل، مادام ما فيهوش عيب ولا فيه غلطه من فوق ولا الكلام من ده او فيه خدوش، خلاص يبقى ليه انا اداريه ولا اخبيه؟ ده بالعكس منظره كده الطف واحسن بكتير يعني. فيا ريت نسيبه كده ايه جميل كده اهوت. اهو الرز وقع على طول، بعد ما اخلص اكل هنضفه ان شاء الله باذن الله واخليه زي الفل. بس كده يا ريت تعملوا كده كلكم يعني، يا ريت. هنا حبايب قلبي هبتدي اشيل الغطا الفويل بتاعي من على وش الفراخ. اشيله كده خلاص. هبتدي احط قطعة السمنة بتاعتي اللي انا عايزة احطها، وهنا نقلت الرز بتاعي على العين الصغيرة خلاص. هو كده هسيبه بقى ايه عشان البخار يسويه بس. هشيل صينية البطاطس هدخلها في الفرن، ولما تخرج ان شاء الله هوريها لكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. احلى واجمل واطعم صينية بطاطس. ما حطيتش طبعا طماطم تاني، وبصوا حمرا ازاي. ما فيهاش دهون وتنفع للرجيم كويس جدا. مش عايزه تحطي معلقتين السمنه على الوش ما تحطيش، وهتبقى حلوه جدا لو اكلتيها وانت عامله رجيم. بس ان شاء الله دلوقتي هقدمها واوريكم صينيه البطاطس التحفه الجميله. انا كده يا حبايب قلبي قدمت الطبق بتاعي كده اهو. انا مش عارفه انتوا شايفين ولا ايه كده اهو. هجيبه لكم في النور شويه كده. خلصت الطبق بتاعي وبقدمه بالطريقه ديت. تمام، يبقى شكله حلو.
غدا جميل لأسرة أجمل، ربنا يخليهم ليا. والمطبخ بتاعي خارجة وسايباه زي الفل، والرخامات بتاعتي زي الفل كده. خلاص انا خلصت الغدا وخلصت الحاجات بتاعتي الحمد لله. بس يا رب يعجبكم صينية البطاطس، ولو عجبكم دوسولي شير واعملوا اشتراك في القناة، ويا ريت تشيروا لي الفيديو لكل اصحابكم. شكرا، باي باي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.